اتفرجوا لي على البطاطس الفارم فريتس وجمالها، معمولة من غير زيت، من غير آلية، من غير وجع دماغ. في 10 دقايق بس هتعملي أكبر كمية ممكنة من البطاطس. هتعملي فارم فريتس تشيليها في الفريزر، تستعمليها وقت ما تحتاجي. كل ولادنا بيحبوا البطاطس المحمرة، الكبار والصغيرين. تعالي أقولك على الطريقة السهلة، وهاقول لِك على التريكات اللي هتخلّيها تنجح معاكِ وما تسودش منِّك، وهتفضل زي ما هي في الفريزر. كل ما تخرّجي منها هتفضل زي ما هي بنفس بياضها ده، وبنفس شكلها وبنفس جودتها، ومش هتشرب منِّك زيت، وهتبقى أحسن كمان من البطاطس اللي أنتِ بتشتريها من برّه بمراحل، لإن أنتِ عارفة أنتِ جايباها إزاي وعاملاها إزاي. يالّا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معايا هنا كمية من البطاطس، طبعًا أنتِ هتعملي الكمية اللي أنتِ عايزاها، تمام. أنا كنت عاملة كمية قبل كده، فأنا بس دي باوريها لكم عشان التصوير. فأنا قشرتها كلها وغسلتها كويس ونقعتها في مَيّة، وهنبدأ نقطعها. التقطيع بالطريقة اللي تريحِك، أو يعني الصوابع البطاطس بالحجم اللي أنتِ عايزاه، سواء أنتِ بتحبيها كبيرة أو صغيرة أو زي ما أنتِ عايزة. أنا هنا باقطّع بالقطّاعة بتاعة الترش دي علشان بتدّي شكل حلو. الولاد كلّهم بيحبوها بالشكل ده. وأنتِ طبعًا برضه بتجيبيها من برّه ساعات بتبقى بالشكل ده، اللي هو الشكل المشرشر ده، فبيبقى شكلها حلو. فأنتِ هتقطّعيها بالقطّاعة بتاعة الترش دي، أو لو ما عندكيش يبقى تقطّعيها بأي سكينة عندِك عادية جدًا، برضه هتطلع حلوة وزي الفل، تمام. أنا هنا قطّعت البطاطس طرنشات، وبعد كده ابتديت أقطّعها بوارب كده من الجنب، علشان خاطر إيه، تدّيني الصوابع متوسطة، مش عايزاها صوابع طويلة جدًا ولا إيه كبيرة أوي، تمام. أنا باقطّعها هنا لا صوابع تخينة ولا صوابع رفيّعة، باحبها في الوسط. أنتِ طبعًا هتقطّعيها بالشكل اللي أنتِ عايزاه، أو زي ما أنتِ بتحبي، أو زي ما ولادِك ما بيحبوا، تمام. تمام، هنقطّع الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين كده، وأي واحدة بتلاقيها تخينة أو عريضة أنتِ بترجعي تضبّطيها تاني. طبعًا إحنا بنعمل الحاجة، إحنا مش هنبيعها ولا، بس هي إيه، عايزينها تبقى شكلها حلو علشان الولاد يحبوها إيه، ويرضوا ياكلوها. الحاجة التانية كمان، فما تعذبيش نفسِك إنِّك لازم تعملي كل صوابع قد بعض، ولازم كلّها مش عارفة يبقى شكلها عامل إزاي. لأ، عادي، إحنا اللي هناكل الأكل ده، فنعمله بأي حاجة، المهم إن هو يبقى حلو وطعمه حلو وشكله كمان جميل. بس مش شرط إن هو لازم تبقى صوابع قد بعض، ولازم نقعد نعقّد نفسنا ونقعد 10 ساعات نعملها، ليه يعني؟ تمام. فأنا باوريكِ تقطيعة تانية، إن أنتِ ممكن تقطعيها عادي جدًا أهي، لو أنتِ عايزة صوابع صغيرة أو في الوسط، هتبقى بالحجم ده. وأي واحدة بالاقيها كبيرة أنا باقطّعها نُصّين. فأنتِ ليكِ حرية الاختيار بالبطاطس اللي أنتِ عايزة تفرّزيها زي ما أنتِ عايزة، فرّزيها بالطريقة اللي تريّحِك. هي دي التقطيعات. هتجيبي القطّاعة بُصّي، يعني ما بتاخدش وقت خالص يا جماعة في التقطيع، هتقطّعي كمية كبيرة جدًا في وقت قياسي. لو عندِك القطّاعة دي أو أي سكينة بقى حامية هتقطّعي بيها، هتدّيكِ النتيجة المرجوة. طبعًا بعد ما نقطّع البطاطس كلّها هنجيب إيه، هنجيب حلة كبيرة ونحط فيها مَيّة ونحطها على النار علشان تغلي. بعد ما المَيّة تغلي بعد ما المَيّة تغلي هنضيف ليها آآ معلقة معلقة خَل، حسب بقى الكمية اللي أنتِ هتعمليها. يعني أنا هنا عاملة حوالي 4 كيلو بطاطس، حطيت على كل كيلو بطاطس نُص معلقة خَل، تمام. كل كيلو بطاطس هتحطي نُص معلقة خَل، يعني ال4 كيلو أنا حطيت ليهم معلقتين خَل كبار، تمام. تمام، أنا كده بعد ما خلّصت كده البطاطس كلّها، قطّعتها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. وزي ما قُلت لكم هنحط المَيّة على النار، وبعد ما المَيّة تغلي حطينا الملح وحطينا الخل، وبعد كده بنرمي فيهم البطاطس بالشكل زي ما أنتم شايفين كده. والبطاطس لازم، لازم، لازم تسوّيها بنسبة 50%. اوعي تطلّعي البطاطس 5 دقايق وتخرّجيها، أو 10 دقايق وتخرّجيها زي ما بيقولوا لِك، لأ، البطاطس هتسوَد منِّك لو طلّعتيها من غير ما تستوي. البطاطس لازم تستوي 50%، تكسريها كده قدّامِك بتتكسر، بتدوسي عليها طرية، مش اللي هي لسه ناشفة زي ما هي. لو طلعتيها مش مستوية هتنشف منِّك، هتسود منِّك sorry، هتسود منِّك. لازم البطاطس تطلعيها نُص سوا، 50% تسوية على البوتاجاز. اوعي تنقعيها في مَيّة سخنة، أو تعملي فيها أي حاجة غير اللي أنا باقول لِك عليه ده. عن تجربة، البطاطس لازم تتسوى 50% يا جماعة، ما تستويش أقل من كده أبدًا، تمام. تمام. بعد بقى ما أنا خلاص سلقتها 50%، نزلتها في مصفى ونزلت عليها مَيّة من الحنفية أو مَيّة بتلج علشان توقّف التسوية بتاعتها. وسِبتها شوية في المصفى لحد ما صفِّت كل مَيّتها تمامًا. وبعد كده ابتديت زي ما أنتم شايفين أنشّفها بالمناديل، أو ممكن إن أنتِ تحطيها في فوطة كبيرة
تكون فوطه مطبخ نضيفه ان انت عاملاها للعجين او لاي حاجه، مش بتكون بتاعه التنظيفات. تحطي فيها البطاطس وتسيبيها تنشف شويه، وبعد كده ما ننشفها كلها كويس قوي زي ما انتم شايفين، بنرش عليها حوالي ربع كوبايه زيت. تمام، ربع كوبايه زيت. ليه الزيت؟ علشان خاطر ما تخليهاش تلزق في بعضها لما نشيلها في الفريزر. تمام، الزيت مش هيخليها تلزق في بعضها لما نشيلها في الفريزر. بس كده انا كده ايه، خلاص دهنتها بالزيت. جبت بقى صينيه، هتجيبي صينيه وتحطي عليها كيس بلاستيك زي ما انت شايفه كده، ونبدا نحط عليها البطاطس ونرصها جنب بعضها، مش بالظبط يعني مش بالتساوي ولا الكلام ده، هترمي شويه في الصينيه وتظبطيهم كده على اساس ان احنا هنحطها بعد كده عشان ما يلزقوش في بعض يعني، بس احنا حاطين زيت مش هيلزقوا. ما هنحطهم في الفريزر، ولو حتى حاجه لزقت في يعني واحده لزقت في التانية او شويه لزقوا في بعض، اول ما تكسريهم كده هيطلعوا معاكي على طول. ولكن انت لو ما حطيتيش الزيت ولزقوا في بعض انت مش هتعرفي تطلعيهم، هيكسروا منك. تمام، هوريكم دلوقتي ازاي لما بيلزقوا في بعض احنا بنطلعهم بمنتهى السهوله. هنرصهم بالطريقه دي، وبعد ما الصينيه تتملي هنجيب كيس بلاستيك كمان ونحطه فوقها، ونفضل نعمل لحد ما الكميه كلها تخلص. وبعد كده نحط كيس بلاستيك فوق من وش خالص ونحطها في الفريزر لغايه اما تتجمد. بعد ما تتجمد هنشيلها في الاكياس زي ما احنا عايزين. انا هنا بحط كيس تاني بلاستيك. تمام، انتوا شايفين البطاطس خارجه ما فيهاش اي حاجه يعني، مش مسوده. قعدت ونشفت وفضلت طول النهار لغايه ما نشفت وصفت وكل حاجه وزي الفل. ولما تطلع من الفريزر دلوقتي اوريها لكم هي ازاي برضو بيضه زي ما هي، ما اسودتش وما حصلهاش اي حاجه، ولا بتجلد في القليه ولا بتشرب زيت ولا اي حاجه خالص. هتفضل زي ما هي زي الفل لغايه اخر بطاطسايه هتعمليها. تمام تمام. بس احنا كده بقى خلاص، انا حطيت كل الكميه وهشيلها في الفريزر. تمام، اهو حطيت اخر حاجه وهشيلها في الفريزر بالشكل ده لغايه اما تتجمد. وبعد كده هبدا اشيلها في الاكياس. هتشيليها في كيس واحد او هتشيليها في كيسين او هتشيليها في اكياس صغيره على الكيس على قد الطبخه، براحتك خالص زي ما انت شايفه. بعد كده زي ما انتم شايفين بقى، بصي هي طلعت من، بصوا طالعه زي ما هي بيضه وزي ما بتشتريها من بره، واحلى من اللي بتشتريها من بره انك انت جايباها نظيفه. انت من بره مش هتجيبيها كده وهتجيبيها غاليه جدا. دلوقتي البطاطس رخيصه جدا فتعمليها وتنتهز الفرصه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بتطلع من بعضها ازاي علشان احنا حاطين لها الزيت. آه بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.